الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ اليوم معكم مهند العراقي من قناة تجمع الاندرويد. اليوم عندنا موضوع مهم حقيقة. اليوم راح نتطرق الموضوع مهم تقريبا في الأجهزة الاندرويد كافة، بداية من جالكسي وسوني واتش تي سي الى ما لا نهاية. هو النظام الاندرويد بالتحديد. اكو هنا بس خلينا نشوف هاي. اكو هنا بالاعدادات اكو خيار قبل الاخير اسمه خيارات المطور. هذا اللي تشوفون، هذا خيارات المطور. اكو اجهزة ما بيها هذا الخيار واكو بيهن اجهزة بيهن. احنا راح نعلمكم من البداية شلون راح كل الاجهزة يصير بيها هذا، واشرح لكم عن فائدتها ومضارها بنفس الوقت. على بركة الله ندخل على قائمة على اعدادات اللي هو يصير قبل الاخير. اكو اجهزة تلقونها ما بيها ما موجودة، تروحون على حول الهاتف تضغطون تروحون على اخير شيء اسمه رقم الانشاء، ما ادري اخير شيء او تلقونها اكو. اذا ماكو برقم الانشاء شوفوا بغير مثلا اتصال، تبقى تضغط عليه اكثر من مرة، 6 مرات هيك متتالية. شوف هنا يكتب لك لا حاجة لذلك فانت مطور فعلا. اول شيء يكتب لك لا حاجة لذلك فانت غير مطور. بعدين من تبقى دايس اكثر من مرة حوالي ب6 مرات يقول لك تم تفعيل خيار المطور. انا هسه لين مفعله يقول لي لا حاجة فانت مطور برامج فعلا. من قال لي هيك تطلع ترجع تدخل على اعدادات، تروح قبل الاخير يسمونه خيار المطور، يتفعل عندك تجي تشغله. اكو هنا هذا يشتغل هيك ويطفئ، الثاني يشتغل ويطفئ. او انتم دائما تلقون راح طافي تفعلونه تشغلونه وتقول موافق. هنا يقول لك هذه اعدادات مخصصة لاستخدام التطوير فقط، لا تتناسب مع حوادث اعطال او خلل في الجهاز. يعني هذا يقول لك يفيدك بس للتطوير. نشغله نقول له موافق. راح نبدأ من البداية. اول خيار هو هذا. طبعا خيار المطور يفيد بس المطورين برامج. يعني شنو؟ يعني اللي يصمم برنامج ويريد يشوفه شلون راح يشتغل او شلون راح يعمل. احنا هسه راح نفهمكم واحدة واحدة نقطة واحدة. اول نقطة عندك يسمونه مرور كلمة مرور النسخ الاحتياطي. يعني انت تسوي نسخ احتياطي وتخيل كلمة مرور. هاي هنا بعدين من نسوي نسخ احتياطي تخيل كلمات مرور، بعدين يقول لك اعادة تعيين. هاي على مود يسوي هاي. بعدين من نسوي نسخ احتياطي بالاعدادات هنا اكو يسمونه النسخ الاحتياطي. هذا تشوفونه هنا سوري هذا. هاي يعني شغلة ثانية. نجي على مود الوقت فريد نستعجل لان هو عندنا اعدادات هواي اليوم. نجي للخيار الثاني البقاء نشطا. هذا الخيار من تفعله راح يخلي الشاشة تبقى مشتغلة ونشطة، شوفي لحد ما يخلص الشحن، يعني مدى الحياة. هاي بعد كيف. هذا خيار بقاء نشطا يفيد اهل المطورين على مود يشوف البرنامج شو يسوي يعني بعد نص ساعة بعد مدة، فيخليه مشتغل. هذا الخيار انت اذا تريد تستفاد منه تقدر تدوسه وتخليه الجهاز مشتغل. النقطة الثانية اللي هو تمكين سجل اطفاء واجهة المتحكم. هاي تشتغل بالبلوتوث، يعني من عندك اجهزة بلوتوث متصل يبقى هو مشتغل، او الحزم الواجهة هاي هم تفعلها يبقى مشتغل. هاي هم ما تفيدك يعني انت هواي. احصائيات العمليات اللي هي العمليات الجارية تعطيك احصائية عليها او شنو البرامج المشتغلة. هسه اذا شوف انا دخلت لهذا دوس عليه راح شنو البرامج المشتغلة هسه حاليا. عندي مسجل فيديو اللي قاعد يشتغل، عندي برامج، عندي ساعة قاعد تشتغل، كل هذني قاعد يشتغلن حاليا. حتى بلوتوث ما ادري مشتغل لا. وقل لي شنو الشغلات المشتغلة وقاعد تصرف من البطارية ومن الرام نفسه. هاي العملية تقدر تستفاد منها. شوف يعني برامج المشتغلة والما حاجة منها على مود تمسحها على مود يفيدك بالشحن او القسم اللي اخذناه هسه راح يجي قسم تصحيح الاخطاء. اكو هنا تصحيح USB. اكو هواي برامج على الحاسبة تريد تركبها او هو من الحاسبة تريد تركب الجهاز عليها عن طريق USB، يحتاج منك ان تضغط على هذا. هو يقول لك ارجو الضغط على تصحيح USB. هنا انت لازم تجي تفعل خيار المطور وتجي بعدين تدوس على هذا.
يقول لك هسه هذا مستخدم لاغراض التطوير وما ادري شنو، ما عليك بيها، تدوس موافق تفعل على مود يشتغل عندك البرامج. وهواي برامج تحتاج مثل تصوير الشاشه ونقلها مباشره على الحاسبه، وبرامج اخرى انت بعد اعلم بها. احنا هسه ما نحتاجها فراح نطفي. وهذني الخيارين الثانوية ومتعلق بنفس تصحيح الأخطاء. عندك مثلا إلغاء عمليات التفويض. من صححت أخطاء أغلب البرامج عندك هذا الخيار، هذا تضغط عليه يقول لك إلغاء شكو عمليات مصرح كان بها قبل تريد تلغيها. يعني مثلا بعد ما تريدها يدخل الوحدة إلا أن تكون متأكدة، تقدر من هنا تلغيه وتدوس له موافق. أنا هسه ما أريد أدوس له موافق لأغراض شخصية. تقرير الأخطاء هنا إذا تريد يعني متخيل صح يجيك تقرير أول بأول، شكو خطأ يصير، شكو شي يصير يجيك. احنا هسه نفعل. القسم الآخر اللي هو السماح بالمواقع الوهمية. السماح بالمواقع الوهمية معناته انه اكو برامج تجي تنصبها انت تريد تغير موقعك الحقيقي، ومن ينعرض مثلا فيسبوك فايبر تحط موقع وهمي، شو بامريكا تخليه بالاردن ما علينا. فانت لازم هذا الخيار تفعله، ما تفعله ما راح يقبل الموبايل من يطلبون موقعك يعطيك الموقع الحقيقي مالتك، ما راح يعطيك الموقع بالبرنامج انت مخلي. ما ادري فهمتوا قصدي لو لا. هنا تفعله وتروح تدخل للبرامج مال تغيير الموقع، يسمونه يمكن فاك ماب وهي الشغلات، هواي برامج لها. تفعله يلا يشتغل عندك. احنا هسه راح نلغي ما نحتاج. تحديد تطبيق التصحيح، هاي شغلات مال التصحيح هسه هو لا شيء، ما ادري يمكن من تنزل برنامج هو نفس المطور يقدر يفعلها، ما قاعد اعرفها. وعرض شهادات لاسلكية اللي هي يعطيك شهادة البرنامج المطور المنزله بالجهاز، يعطيه شهادة لاسلكية هو راح يستفاد منها. احنا بما انه مستخدمين اندرويد مو مطورين فما راح تفيدنا. هو القسم الادخال، اكو عرض ممرات اللمس. عرض ممرات اللمس هو خيار كلش حلو يفيد المصور الشاشة. اذا تشوفون هسه قاعد تطلع لي دائرة على الاصبع الاخ اللي بي، فهذا يفيدني اني ويفيد كل واحد يصور شاشة على مود يخلي هيك اصبعه ويقدر يشوفكم وين هو قاعد ينقر بالتحديد. راح اوفى مشتغل على مود تشوفون ايش قاعد يسوي. موقع المؤشر، هاي هنا يقول لك بس نقطة واحدة، هنا لا يعطيك الخطوط الطول والعرض مال الاصبع بالشاشة، وحتى الخط الاخر شيء كان موجود عليه. اذا تشوفون هسه اقدر اشخبط بيه هذا، وكل لمسة يسوي تصحيح. احنا هذا راح نلغيه لان قاعد يشوش علينا بالشاشة. قسم الرسم اللي هي هنا قاعد يعطيك الرسومات او التعديلات على الرسومات اللي هو هذا. هنا هسه اي شيء تصحيح قاعد، اي زيادة مثلا تحركت الشاشة يعطيك تصحيح، يتنزلت الشاشة يقول يعني قاعد يسوي رفرش للشاشة، ما هو الشاشة ما قاعد تتحرك صدق، قاعد تسوي صورة ورا صورة تتحرك. هاي في رسومة متحركة اذا تعرفون بالكرتون. هاي اي شيء زايد يعطيك اياه. يعني هسه اذا تشوفون اضغط على شو اسمه يعطيك تصحيح، اضغط على صبعي ويعطيك تصحيح على الشاشة. انزل هاي منها يعطيني التصحيح هسه. ما انتم عمة عيونكم يمكن. اي هذا يعطيك ومضة. هنا يعطيك خطوط على شكل شيء موجود، خط هنا مثلا على هذا المربع، خط على الاعدادات، خط يعني كل شيء، وموقع يعطيك اياه بالتفصيل شلون لو زايد لو ناقص. هاي بالرسومات. فرض اعادة تنسيق، هذا الخيار يعني يقول لك اريد يبقى هيك على اليمين دائما بينما كان عربي او انجليزي. مو العربي الانجليزية مثلا من اليسرى لليمنى، هو هنا يفرض من اليمنى لليسرى للعربي والانجليزي وكل اللغات. هاي تصحيح الرسوم اللي هي تسريحة. يعني هسه اذا تشوفون ما تحسون هنا صار بطيء هسه اللمسة مات، شوف شلون يعطيها بطيء. هاي يفيد التسريع الرسومات. هسه واذا خليتها مثلا سريع ايقاف راح يطلع يعطيك اياها بسرعة، يعني ما يحتاج لمسة او سرعة. انا راح اخلي على الواحد لان الجهاز السريع ما يحتاج. اذا جهازك بطيء تقدر تستفاد منه بايقاف كلهم، تيقف هاي هنا وتوقف هذا لهنا وتوقف هذا لهنا، فيصير عندك سرعة يعني مو طبيعية. انا ما احتاج لان جهازي S2
Z2 سبيرا سوني Z2 ما يعرف. محاكاة ثانوية هاي يعطيك الشاشة اللي فوق ثانوية، يعني يعني نفس الشاشة اللي قاعد تطلع لك بس على شكل ثاني. هاي قاعد تشوفونها هنا. هاي تفيد هم المطورين، يعني ما راح تفيدنا احنا طبعا، نوقفها لين ما تفيد. فرض جي بي يو، هاي هنا فرض جي بي يو مال الشغلات السرعة وما سرعة شو اسمه. راح شوي استعجل لان الوقت صار طويل كلش. تصحيح ايقاف رسومات، هذا الشغلات مال المطورين، هذا القسم كله مال المطورين. مراقبة يعطيك الوضع المشدد مثلا، يراقب شكو حركة او يعطيك ايعاز عليها. انا ما قاعد يفتح عندي. وهذا الثاني يعطيك مراقبة شكو شي قاعد يشتغل حاليا، مثلا قاعد يتصل هسه موبايلي بسلكت بسيتنج يعني بالاعدادات، اكو برنامج مال يمكن شو اسمه فيسبوك، هذا قاعد يفتح لي شكو شي مفتوح، يدز يكتب لي الرابط هنا على مود اعرف هسه البرنامج او اي شي يشتغل لو لا، او شنو قاعد يتواصل بيناتهم. هاي تقدرون تعرفون حتى اذا مهكر يعطيك الرابط الهكر اللي قاعد يروح له هسه حاليا. الحمد لله ما متهكر. هذا بعد جي بي يو اشرطة، هاي يعطيك العمليات النشطة، يعطيك اياها مثل مال الرسومات شو اسمه مثل درجات القلب او حركة يعطيك اياها هنا، مثلا توقف هنا، حركة هنا، او حركات اللي بالخلفية يعطيك اياها همين هيك اللي قدام. هسه خلنا نطفي. نعم. ويبقى لي شيء اخير شيء اللي هو التطبيقات، اللي هي اذا عمليات بالخلفية، اذا تشوفون هذا الخيار العمليات بالخلفية، اذا تريدونها يعني ما اريد ولا عملية تصير بالخلفية، تريدون لا 3 عمليات اقصى حد، يعني الحد القياسي يعني شكو عملية خل تصير بالخلفية. هاي اذا تريدون جهازكم مثلا ثقيل تخلونها على ما اريد ولا عملية بالخلفية. من يصير هيك راح يوقف كل العمليات اللي بالخلفية وجهازك يصير سريع، لان ما عنده شيء، يقوم بس الشغل اللي انت تحتاجه. هنا عدم الاحتفاظ بالانشطة، اكو برامج من تشتغل بهن وتدوس زر الهوم هذا نفسه راح يبقى مشتغل. مثلا هذا انا عندي هذا الخيار لا راح يطفي لك اياه، بحيث بس تخرج تريد ترجع ما تلقاه بعد البرنامج، او يوقف كل شغله لحد ما انت ترجع الشغله من البداية. واخيرا عندنا عرض رسائل الاي ار، هاي مربع حوار، يعني مو برامج من شغله يقول لك هذا برنامج لا يستجيب، يطلع لك رسالة هنا تريد تلغيها او تريد توقفها، يعني عادي. هسه انا لاغيها ما محتاجها. ان شاء الله اكون شرح وافي. صحيح انا سريع، صرت بسرعة قمت احكي على مود الوقت. واي سؤال تحتاجونه بدون تكتبونه بالتعليقات، وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم واعجبكم. هذا احنا راح نطفي هسه ونطلع. ان شاء الله اي شيء تحتاجونه بالتعليقات. لا تنسوا ان تدعمونا بزر السبسكرايب واللايك، لان مثل ما تشوفون ما عندي سبسكرايبات هواية. ان شاء الله عجبكم هذا الشرح، والى اللقاء في حلقة قادمة. واي شيء تحتاجون ان اشرحه او تحتاجون ان افسر لكم، لا تنسون تكتبون بالتعليقات او على صفحتي الرسمية او على الفيسبوك مالتي مهند العراقي. والى اللقاء.